بعد اشتداد الغضب الشعبي ضد مبارك ونظامه ورفض المتظاهرين لاستمراره في السلطة حتى نهاية فترته الرئاسية بعد شهور كما جاء في خطابه الأخير، ثمة سيناريوهات عدة للفصل الأخير في حياة مبارك السياسية. أحد هذه السيناريوهات خروج مبارك من البلاد بشكل آمن على غرار ما جرى للملك السابق فاروق الأول عقب تفجر ما بات يعرف بثورة يوليو في عام 52 من القرن الماضي. وكانت حركة 6 أبريل التي شاركت في تنظيم المظاهرات الحالية قد طالبت مبارك من قبل بمغادرة البلاد بذات الطريقة التي أقدم عليها الملك السابق عندما وصله إنذار من الجيش بعد اندلاع حركة الضباط الأحرار التي لقيت تأييدا شعبيا. لكن مع إصرار مبارك على البقاء في السلطة، فإن بعض منظم المظاهرات رفع سقف مطالبه لحد محاكمة مبارك وعدم السماح له بترك البلاد هكذا دون محاسبة. غير أن هناك من القوى السياسية المصرية من يرى أنه قد يكون من الأسلم للرئيس مبارك التنحي عن الرئاسة مع تقديم ضمانات له بعدم محاكمته هو وأفراد أسرته قبل انتقال آمن للسلطة، انتقال تحدث عنه مبارك ذاته في خطابه الأخير، لكنه قال إن ذلك سيتم بعد انتهاء فترته الرئاسية الحالية. وقد أشارت بعض التقارير إلى دعم القيادي الإصلاحي محمد البرادعي لفكرة الخروج الآمن لمبارك. ويرى بعض المؤرخين أن الملك فاروق عندما وافق على ترك مصر والتنازل على العرش لابنه الصغير الأمير أحمد فؤاد قد حقن الدماء ومنع حركة يوليو من التحول لثورة دموية، حيث كان الحرس الملكي القوي مستعدا لمواجهة كبيرة مع الجيش. لكن هناك اختلافات كثيرة بين وضع مبارك الآن ووضع الملك فاروق عام 52، فالجيش على الحياد وليس في مواجهة نظام الحكم كما حدث مع فاروق. لكن هناك من يرى أن الجيش الذي لم يتعرض للمتظاهرين المطالبين بخلع مبارك ربما يقتنع أن سيناريو الملك فاروق هو الأفضل للبلاد والعباد.